السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير باحسن حال يا رب. صباح الخيرات او مساء الخيرات على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. العيد جه وخلص، بقالنا الوقت 10 ايام. يعني بقالي 10 ايام ما نزلتش فيديوهات، فده اول فيديو بعد العيد واول روتين بعد العيد. باركولي بقى الرنج لايت جت اهي اخيرا، زرغت لولو لي. اخيرا جبت الرنج لايت يا جماعه. انا هنا بقى معاكم في اول روتين بعد العيد. بنغير بقى الفرش وبنعمل اكل وحاجات كده يعني. يلا نستمتع مع بعض بالفيديو. يلا بقى ايه نشوف الفيديو في ايه النهارده. اول حاجه عملتها طبعا دخلت على اوضه الاطفال زي ما انتم شايفين. غيرت الفرش وهغير بقى يا جماعه اللي هي ايه المفارش اللي انا حطاها على الكومودينات وعلى التسريحه، علشان احس بالتغيير في العيد. يعني اللي انا بشيله دلوقتي هرجع افرشه تاني في العيد، بس بحط يعني عشان احس بتجديد. انا من الناس اللي متجدده جدا، أنا بحب التجديد قوي قوي قوي. عارفين يا جماعه، حتى التجديد ده لو بحاجه بسيطه بيبقى بتحسي برضو ببهجه، بتحسي بحاجه حلوه. فانا بحب التجديد والتغيير. حتى المطبخ ان شاء الله برضو هغير فيه شويه حاجات عشان في العيد باذن الله احس برضو بتغيير. ف يلا مع بعض. اديني اول حاجه بعملها اهوت. زي ما انتم شايفين غيرنا فرش السراير، وشلت بقى المفارش الجديده بتاعه العيد دي، وحطيت بقى المفارش اللي كانت محطوطه اصلا. المفارش اللي كانت محطوطه دي كانت بتاعه ايه العيد الصغير بتاع السنه اللي فاتت. انا كل سنه في العيد الصغير بس بجدد المفارش. زي ما انتم شايفين. طبعا بقى شلت المفارش ومسحت ونضفت، وحطيت بقى ايه المفارش اللي هي القديمه. بس برضه هي جميله وماشيه مع العفش، لان انا من الناس اللي بحب اجيب حاجتي تبقى ماشيه مع العفش. اهو زي ما انتم شايفين كده شكله حلو. جيت ادور على المفرش اللي زي ده ما لقيتوش، قمت حاطه واحد تاني لحد ما اشوف راح فين. وكده اوضه الاطفال يا جماعه خلصت معانا. نخش بقى على ايه؟ على الاوضه الكبيره. نخش على الكبيره. المهم خلاص بقى دخلنا الأوضة بتاعتي. فتحت الشباكة زي ما انتم شايفين. احط بقى ايه ال- البطانية فين؟ احطها على ايه على الشباك. والمفرش اللي انتم كنتوا شايفينه ده كان بتاع العيد، وبما ان الجو برد بصراحة كنا بنتغطى بيه، بس انا شلته النهاردة وشكلي هرجع احطه تاني والله. انا بكلمكم احنا بالليل، انا بسجل بقى والله العظيم. بصوا متلجة متلجة. هتشوفوا حتى في اخر الفيديو كنت مطلعه ايه البسه ورجعت البس ايه. الفيديو جاي. المهم يا جماعه، انا لما بفرش عندي الشقه، ما بفرش السراير بعمل كل لطم سراير زي بعض، يعني اللون اصفر زي بعضه واللون ابيض زي بعضه. الاطفال والكبير بوحد عندي فرش السراير، حتى اللي هي الدفات او المفرش او اي حاجه كله زي بعضه عندي. بحب كده، بحب الحاجه تبقى شكل بعضها. بحب التنسيق كده والتنظيم بصراحه. المهم زي ما شايفين بقى. مسحت طبعا العفش ومسحت الكومودينات والتسريحه. بشيل بقى المفارش دي هرجع احطها ان شاء الله في العيد الكبير ان شاء الله. بس عشان احس زي ما قلت لكم احس بتغيير وتجديد. همسح كل الازاز اهو، وهمسح كل الحاجات دي وهشيلها واظبطها. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يبلغنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله العيد الكبير واحنا في احسن حال. وده بقى اسمه الكارنيه بتاع محمد ابني بتاع النادي. ابني بيلعب في نادي المنصوره يا جماعه، فده الكارنيه بتاعه بقى بوريه لكم. هنا بقى احط المفرش، شلت المفرش الجديد وحطيت القديم، وهنمسح ونظبط ونروق كده يعني. ونعمل كمان بقية التسريح. عاوزه اقول لكم ان التسجيل وحشني والتصوير وحشني وكل حاجه وحشتني، بس برضو اقول لكم الرينج لايت هي اللي كانت عامله فيها كده. لان محمد ابني بيجي يعني بيزهق من ان هو يمسك التليفون يصورني، وانا بمسك مثلا بايد واحده والتصوير بيقعد يتهز. فاستنيت بقى لحد ما عيدنا كده وانا في المنصوره كده، كنا تالت يوم العيد، لقيت الرينج لايت دي متعلقه. يعني حد بيبيعها، يعني حد فاتح وبيبيعها. فقلت له هاتها، فبقول له بكام؟ قال لي بكذا. قلت له طب ماشي هات لي واحده زيها. فقال له خديها هي راكبه اهي. المهم هي جميله، بس الراجل ضحك عليا. فيها حته منوره النور بتاعها، نصه كده منور ونص تحس ان هو محروق. بس يلا مش مشكله، انا مش محتاجه النور، انا محتاجه حاجه تمسك لي بس ترفع لي التليفون بس. وهنا بقى يا جماعه كنت حطيت البطانيه زي ما قلت لكم، انا شلت المفرش اهو، حطيت البطانيه بس. وهنا الاوضه بعد ما خلصت. وهنا المفارش القديمه اهي.
ومسحت ده بقى مع نفس شيرنجلات ما كانتش داخله جوه. اهي المفارش القديمه اهي، والله شكلها حلو يا جماعه. يا جماعه انا لما بجيب حاجه بجيبها متناسقه مع العفش. بحب الترتيب وبحب النظام، وبحب الحاجه تبقى ماشيه، بصوا ماشيه كده مع بعضها كده. هنا بقى خرجنا الصاله، طبعا كل اللي في الاوضه خرج على الصاله، والمفارش الجديده اهي. فانا وفي واحده حته من القديمه باقيه، فانا بقول ايه بوريها لكم عشان دي اللي هتتعمل دلوقتي. شلت بقى كل حاجه وبقى ايه الحاجات دي المفارش قدامي. شوفوا بقى هنعمل ايه في المفارش. بس الاول دلوقتي انا عندي الانتريه زي ما انتم شايفين كده، الفرش بتاعه ايه لونين، بيتقلب على الوجهين. فانا ايه باجي زي يعني اول اسبوعين كده بخليه على لون، وتاني مره على لون زي ما انتم شايفين بقى كده. قلبت بقى الشلت، قلبت الشلت على اللون اللي هو النبيتي ده، انا بموت في اللون النبيتي على فكره. وهنا برضو جيت نفضت ونضفت. انتوا عارفين ان انا اصلا عندي الكنبه الكبيره دي كانت 3، بس ما كنتش حاباها تبقى 3، فعملناها شلته يعني، عملت شلته واحده وخيطته كله ببعضه. لكن هما ال3 اصلا موجودين للفرش الاحمر، لكن دي الفرش النبيتي ده هو اللي 3. العيال في الشارع بيتخانقوا مع بعض تقريبا، مش عارفه ثواني. كان في بنت صغيره ماشيه في الشارع عماله تصرخ يا جماعه، عشان مامتها سابتها ومشت، فبحسب حد بيضرب حد في الشارع. المهم يا حبايبي سيبنا من اللي بيعيط يعيط بقى، خلينا في الفيديو بتاعنا. المهم زي ما انتم شايفين كده انا قلبت الشيلة كلها على اللون النبيتي، بموت انا في اللون النبيتي جدا على فكرة. ونضفت الدنيا وكنست. وانا هنا بقى هوريكم ثبت الغسيل ده اللي انا جايباه من على السطح. بقول لكم انا بجيب غسيل وهغسل غسيل واطلع غسيل. انا والله العظيم اتنفخت طول النهار طلوع على السطح نشير ولم. يعني كل الغسيل اللي هوريكم في المطبخ دلوقتي كله اتغسل وكله اتنشر. المهم دخلنا بقى على ايه، على الليفنج ده. فاقل اوضه كانت متبهدله عندي، محمد ابني بيلعب فيها ومرمطها بصراحه الاوضه دي، يعني غلبانه مستحمله كتير. المهم انا روقتها بقى مع نفسي، ما جبتش معاكم، يعني روقتها مع نفسي وكنستها مع نفسي. طبعا انا كان نفسي اشيل السجاد وامسح بتاع الشقه كلها، بس عارفين بقى ان السجاد تحت السرير وتحت الكومودينات ومش عارفه ايه، فما شلتش بقى الصراحه النهارده. هنا برضو بوريكم الغسيل تاني، بقول لكم ايه لسه جايباه. وهنا بقى بوريكم المطبخ. في دورة في الغسالة هي مغسولة وناشفة، هطلعها واحط بدالها الملايات وارجع تاني اطلع انشرها ولا احط تاني المفارش وهرجع انشر. يعني بصوا كل حاجة، كل الغسيل ده كله الحمد لله الحمد لله كله على الحبل دلوقتي، كله اتغسل وكله اتنضف وكله بقى تمام. وخلصت المطبخ طبعا وروقت الدنيا. وكان عندي بقى في اليوم ده يا جماعة اكل بايت. يعني انت لما تكوني هتتهدي بقى في الشقة لازم يكون اكل بايت، ما انت مش هتقدري تعملي اكل بايت ومش هتقدري تروقي وتطبخي. مش هتقدري، لا يعني ما عندكيش وقت. فانا كان عندي، انا عملت رز اهو، فانا كان عندي شويه ايه تورلي كده بايتين وشويه شوربه بايتين، وقمت عامله معاهم شويه رز. وقمت ايه، وقمت مروقه المطبخ بقى يا جماعه. ده التموين بتاعنا، التموين ده بتاع اختي على فكره، انا جبت تمويني. زي ما انتم شايفين كده الاكل خلص خلاص. وانا كنت بقى ايه روقت الدنيا ونضفت حواليا. وكنت بقى ايه الغسالة كانت وقفت، بس انا كنت يعني كنت هشغل تاني الغسيل، بس قلت يلا افصلي بقى عشان تطلعي تنشري مرة واحدة. غرفت بقى الاكل زي ما انتوا شايفين. و... وطلعت الدورة اللي احنا كنا عاملينها دلوقتي اللي هي الملايات، ودي بقى المفارش اخر حاجة. ونضفت الدنيا زي ما انتوا شايفين كده، ومطبخ نضيف، والليلة بقت تمام الحمد لله. بعد كده بقى ايه، طبعا الليلة دي ما تعديش من غير شاور، لازم اخد شاور حلو كده. دخلت بقى اوضتي وطلعت ايه، طلعت الهدوم عشان اخد شاور. بعد ما دخلت طلعت الطقم اللي انت هتشوفوه دلوقتي. طقم اللي جبت استريتش كده اسود وجبت عليه البادي ده. لقيت نفسي متلجة، فقلت لا مش هلبسه. قمت مطلعه الترنج الشتوي ده، قمت لابساه وجايبه بقى، كنت بعت جبت شاور وجايبه بلسم، ده اساسيات حياتي الشاور والبلسم. والبرفم بتاعي كده كان خلص كاسيليا. وروش خفيف كده وكحل خفيف، وطبعا الكريم ده للايد للترطيب. وتمام يا جماعه، وخدنا شاور وطلعنا على السرير واتدفينا الحمد لله. والليل عدت، وتصبحوا على خير واشوفكم على خير يا رب. روتين يعجبكم. سلام.